معايا النهارده عشان معايا اخبار هامة جدا، وكمان اخبار حصرية لسه في حاجات حصلت من دقايق من رئيس نادي الزمالك مستشار مرتضى منصور، وفي اعتذار تم من الاعلامي خالد الغندور على قناة الزمالك للنادي الاهلي ومجلس ادارته وجماهيره. ولكن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين من كل مكان، معكم محمد المصري من برنامج استاد المصري. حلقة اليوم حلقة تكون مليئة بالأحداث المثيرة والكثيرة، ولكن فضلا وليس أمرا قبل بداية الحلقة ما تنساش تعمل لايك وتسجل اشتراكك بالقناة لو أنت مش مشترك، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. لينك الفيسبوك عندك في أول كومنت، تقدر تعمل اد أو فولو. صلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعتذار رسمي على الملأ وعلى قناة نادي الزمالك وأمام الجميع، يعتذر الإعلامي الزملكاوي خالد الغندور لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، لأعضاء النادي الأهلي، لجماهير النادي الأهلي. طلع وقال بالنص: أنا بعتذر للكابتن محمود الخطيب، للكابتن سيد عبد الحفيظ، بعتذر للإعلامي أحمد شوبير، بعتذر لمجلس إدارة النادي الأهلي، وبعتذر لجمهور النادي الأهلي من أصغر واحد لأكبر واحد. بعد ما كان تم تداول أول امبارح أخبار غير صحيحة بشأن تورط النادي الأهلي في هروب كهربا من الزمالك، وطلع قال إن الخبر ده بعد ما اتأكد منه بإنه عار تماما من الصحة، وإن مش عيب أطلع أعتذر وأقدم اعتذاري، والاعتذار من شيم الرجال. ولكن عشان تبقوا تتأكدوا زي ما قلت قبل كده بإن بيبقى فيه توجيهات لنادي معين بإن يتم هدمه، سواء بالحرب الإعلامية، سواء بالحرب النفسية، سواء بإثارة الفتنة داخل النادي أو بين الجماهير. الكلام ده أنا قلته قبل كده، وهو اللي بيحصل دلوقتي حرفيا عشان يهدوا استقرار النادي الأهلي، عشان يهدوا كيان النادي الأهلي، عشان كانوا بيهينوا في رموز النادي الأهلي. ولكن يبقى الجمهور هو حائط الصد القوي لأي حد بيحاول يقلل من قيمة النادي الأهلي. في خبر كمان هيخص اللاعب أحمد فتوح، نزل ستوري من شوية وقال: حسبي الله عن أي حد قال كلام علينا مش موجود فينا. وطبعا هو يقصد المستشار مرتضى منصور، مش هدخل في الغاز واقول لك هو يقصد مين وعارف مين، لا كلنا عارفين هو بيقصد مين. بعد الازمه الاخيره اللي حصلت، بعد ما كان طلع رئيس نادي الزمالك وقال بانه هو واللاعب عبد الله جمعه بيتناولوا مواد مخدره وكمان بيشربوا الحشيش، واللعيبه كانت غايبه عن اجراء التحليلات للمنشطات اللي حصلت جوه نادي الزمالك. وده كان الكلام اللي كتبه اللاعب احمد فتوح على الستوري على صفحته. وصدقوني بكره بالكتير، ده اذا ما كانش المستشار مرتضى منصور شاف الخبر اللي نزل، هيبقى فيه مشادة كلامية تاني، هيبقى فيه اجراءات تانية ما بين الثنائي المستشار مرتضى منصور واللاعب احمد فتوح. النهارده بعد تعادل الاسماعيلي مع طلائع الجيش بنتيجة 1-1، احمد حسام ميدو يقرر ازاحة او ازالة 6 لاعبين من القوام الاساسي من سكواد فريق الاسماعيلي، والاستعانة بلاعيبة شباب هيكملوا مع السكواد اللي موجود. وميدو قال رسالة لجمهور النادي الاسماعيلي: مش عايزكم تيأسوا، برغم ان احنا ما زلنا في مؤخرة الجدول وترتيب الدوري، ولكن لسه عندنا امل، وانا بشتغل على نفسي وبشتغل مع التيم بتاعي باقصى درجة ممكنة عشان الاسماعيلي يعود لمكانته الطبيعية والوضع الطبيعي. وانا اي حد هيكون مش ملتزم في النادي سواء فنيا اخلاقيا بدنيا في اي حاجة انا هعتبره بره النادي. وبصراحة انا احب المدرب اللي كده، اللي يكون جد في شغله. ولكن احنا عايزين تفكير، عايزين تكتيك داخل الملعب. لكن ما زلت بقول حتى بعد رحيل مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، المشكلة كانت تتكمن من البداية في مجلس الإدارة. زي ما ذكرت وزي ما قلت قبل كده إن أي مكان في الدنيا بيقوم على الإدارة اللي موجودة. معاك إدارة ناجحة هتعليك، معاك إدارة فاشلة مش هيبان لك ملامح.
في كمان خبر هيخص اللاعب حمدي فتحي بانه بدأ يتعالج عن طريق الابر الصينية في قدميه عشان يلحق بمباراة الزمالك السبت القادم ان شاء الله، لان حمدي العمود الفقري للنادي الاهلي في اخر 3 سنين موجودين. حمدي فتحي من اهم وافضل اللعيبة داخل النادي الاهلي وداخل مصر في الفترة الاخيرة. وجوده هيشكل قوة ضاربة طبعا في خط وسط النادي الاهلي، ده ما فيش كلام، ما فيش جدال على اللاعب حمدي فتحي. فنتمنى له الشفاء العاجل بانه يكون موجود في مباراة الزمالك كضلع من اضلاع التيم الاساسي اللي موجودين. في معايا خبر بيقول المستشار مرتضى منصور بان نجمنا العالمي محمد صلاح معمول له عمل. تمام يا سيدي، مين اللي عامل العمل؟ لكم ان تتخيلوا، مش انا اللي بقول، ده مرتضى منصور هو اللي قال الكلام ده. قال اللي عامل العمل لمحمد صلاح كابتن محمود الخطيب والكابتن سيد عبد الحفيظ. انتوا متخيلين التصريح اللي لسه اتقال من شويه؟ باي عقليه واي منطق حد بقى اهلاوي زملكاوي بيشجع الاسماعيلي بيشجع اي فريق تاني، والله العظيم انا ماسك نفسي بالضحك بالعافيه. باي عقل واي منطق يا جدعان؟ وانت في اي جمله هتذكر رئيس النادي الاهلي، في اي حاجه هتمنشن اسم كابتن محمود الخطيب، في حلمك، في نومك، في اكلك، في شربك، في سفرك، في رجوعك، مفيش وراك غير كابتن محمود الخطيب، الراجل ما بيردش عليك، الراجل ما بيذكرش اسمك، الراجل مش عامل لك اعتبار وانت طالع في اي حاجه. كابتن محمود الخطيب عمل، كابتن محمود الخطيب سوى. انت هتفضل تقلل من نفسك لحد امتى؟ جمهور ناديك اساسا مش طايقك، اللي انت قاتل منهم 22 واحد. هل هيفضل قمة الإساءة للكابتن محمود الخطيب مستمرة من جانب رئيس نادي الزمالك؟ هل هيكون في تدخل من الدولة؟ لأن الموضوع بقى يا جماعة بأمانة زاد عن حده، والشيء لما بيزيد عن حده بيتقلب ضده، معروفة مش محتاجة كلام. ولكن ما زالت المهاترات وما زالت الثرثرة من رئيس نادي الزمالك لرئيس نادينا الخلوق كابتن محمود الخطيب لم تنتهي ولن تنتهي إلا إذا كان في تدخل ورد حاسم، ويكون في عقاب للكلام اللي بيتقال. مش أول مرة يسيء للكابتن محمود الخطيب، والراجل عمره ما طلع ورد عليه بكلمة واحدة. بس أنا عايزكم تتخيلوا إن الكابتن محمود الخطيب والكابتن سيد عبد الحفيظ عاملين عمل لمحمد صلاح. طلع يقول لك لا 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 مش هو ده محمد صلاح اللي احنا عارفينه. الراجل بقى يمشي في الملعب بيتمشى، مش قادر يجري بالكوره، مش قادر يجيب اجوال. ايه دخلهم؟ ايه دخل الكابتن محمود الخطيب والكابتن سيد عبد الحفيظ؟ عاملين له عمل فين يا مرتضى؟ في شبرخيت برضه صح؟ اللي كنتوا بتروحوا تعملوا فيها اعمال. شبرخيت، قول لي ما تتكسفش، كان عامل له عمل في شبرخيت ولا راح عملها له في عندكم في المنصوره، ولا عملها فين بالظبط؟ انا عايزك ترد علينا وتعرفنا العمل كان معمول فين. فيا جماعة والله العظيم يعني أنا مش عارف أقول إيه بصراحة من الراجل ده. كوميديا سوداء بأمانة والله. مرتضى منصور بيقدم الكوميديا السوداء، عارفين الكوميديا السوداء؟ هي دي اللي بيقدمها مرتضى منصور. وطبعا أكتر الناس عارفين إيه هي الكوميديا السوداء، بإن في أخبار بتتقال بطريقة كوميدية ولكن في نفس الوقت هي أخبار مش صحيحة، وأخبار بتسيء لأي شخص بيطلع من لسان شخص عديم الثقة عديم الاحترام بنفسه قبل ما يحترم الآخرين. هي دي الكوميديا السوداء. نادي انبي أيضا بيعلن عن تأييده من ضمن النوادي ضد التحكيم المصري، وقال إنه اتظلم النهارده في مباراة نادي فيوتشر اللي خلصت 3-2 لصالح نادي فيوتشر. وقال نادي انبي احنا بنعاني من التحكيم مش من المباراة دي، بقالنا 4 مباريات وساكتين، ولكن الموضوع زاد عن حده. لحد امتى هيفضل التحكيم يتدنى من سيء لأسوأ؟ احنا لازم نشوف حل. حتى الآن كلاتنبرج لم يعمل اجتماع واحد مع الحكام حتى الآن. تاني حاجة اتحاد الكرة المصري النوم في العسل زي ما احنا عارفين. المفروض ان انت جايب خبير اجنبي عشان يطور لك التحكيم بتاعك، لا، التحكيم بتاعك بينزل. عشان كده الأندية كلها بتطالب بحكام أجانب، ولكن كان رد الاتحاد المصري اللي عايز يجيب حكام أجانب يدفع من جيبه، احنا ما معناش فلوس.
ولكن متى ستظل المهازل التحكيمية موجودة في الدوري لجميع الفرق، مش هتكلم عن فريق واحد، فلنا الله. وبكده بكون وصلت لنهاية الحلقة. لو عجبتك ما تنساش تعمل لايك وتسجل اشتراكك بالقناة لو انت مش مشترك، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ما تنساش قلت لك لينك الفيسبوك عندك في اول كومنت، تقدر تعمل اد او فولو. وبكده باذن الله هيكون في حلقة بكرة مليئة ايضا بالاحداث المثيرة والكثيرة. اشكركم والسلام عليكم والى اللقاء في حلقة غد ان شاء الله. ولا تنسوا الدعم، كل الدعم لنادينا المفضل نادي القرن، النادي الاهلي.